نشوف مباريات كاس الاتحاد، المباراتين لعبة اليوم وايضا مباراة قادسية وخيطان امس، وبعد ذلك لنعود. اجتاز العربي عقبة السالمية بصعوبة بعد فوزه عليه بهدفين لهدف. الشوط الأول جاء عديا من الطرفين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة عندما حصل العربي على ضربة جزاء سجل منها علي عمر هدف العربي الأول. ومع بداية الشوط الثاني ضغط السالمية بكل قوته ليحصل على ضربة جزاء ويطرد مدافع العربي ولس عبد الله البريتشي. سدد ركلة الجزاء لكن خالد الرشيدي حرمه من هدف التعادل. المدافع المغربي محمد يتعبو عوض إضاعة زميله عبد الله البريتشي لضربة الجزاء وأحرز هدف التعادل لفريقه برأسه. ليحتسب الحكم الجريء هاشم الرفاعي ركلة جزاء ثالثة في هذا اللقاء بعد إعاقة عبد الله الشمالي ليسددها خالد عبد القدوس، لكن الحارس عبد العزيز البنا حرم العربي من التقدم. وفي الوقت بدل الضائع من اللقاء يعيق مدافع الساحل سعد ضميد مهاجم العربي فابيو المنفرد ليحتسب الحكم الرفاعي خطأ للأخضر ويستعين بالكارت الأحمر من جديد ويطرد ضميد ليرسم بعد ذلك مبارك البلوش الفرحة على الجمهور العرباوي الحاضر بإحراز هدف الفوز بتسديدة جميلة سكنت بالمقص الأيسر لحارس السالمية. أنا ما أقول هارد لك، بالعكس أقول جود لك، لعبنا خوش لعب، بس يعني يمكن الحظ ما حالفنا آخر شيء. يمكن الكرة يعني اخير دقائق فاول توفق فيها اخوي مبارك بلوش. يعني انا ما اقول يعرفون، يعني تمرنت معاهم عمر، انا ربيت معاهم، فاساس يعني عبد العزيز بن مو غريب عنهم. اما لقاء النصر